يا شباب انا عملت شوبينج كده، فيعني حبيت ان انا اوريكم انا جبت ايه. انا جبت فيشه، اكيد مش فيشه، بهزر معاك. انا جبت مكنه قهوه. طول عمري كان نفسي ابقى غني، والله العظيم كان نفسي ابقى غني جدا. وعندي بقى ايه مطبخ امريكاني اللي هو مفتوح ده، تخش كده الصاله تلاقي مطبخ عادي والناس بتطبخ وفي ناس قاعده ويعني ف وعندي بقى مكنه قهوه بصحى الصبح اللي هو بعمل قهوه. فالحمد لله ربنا رزقني بالمكنه ويفضل الغنى الحمد لله يعني. بس انا معايا مشكله واحده، طبعا انا فتحتها يعني انا مش هستناكم معلش يعني، ولكن عندي مشكله واحده. يعني هي بتعمل بن ساده يعني اللي هو اسبريسو اللي هو احنا في عزا يعني انا فاهم. انا توقعت بقى ان انا ممكن اعمل بقى اي حاجه بقى فاهم، طلعت اسبريسو بس. يعني انا مش فاهم نحط سكر فين. هي بتيجي بص دي ميه، وانا ما اعرفش اصلا هم ما قالوش قد ايه ميه، ولا احط هنا ميه يعني حط زي ما انت عاوز بقى بوظها يا ابني. وهنا ده بقى مكان القهوه واخد بالك، ومدينك بقى بتاعتين، دي بقى تغرف بيها ودي بقى ايه تبطط بيها، عشان المفروض ان انت تسوي ايه القهوه. ودي انا مش عارف بتاعت ايه، والمصحف ما عارف بتاعت ايه يعني. فكرتها زماره اول ما جت، بعد كده قلت دي اللي بتطحن بس ما بتتحركش، فانا ايه ده؟ يا ريت برضه اللي يعرف والله يقول لنا يعني، هل دي انا باخد بيها مثلا مقياس بس هي مفتوحه من ناحيتين، فانا مش عارف اكيد بتعمل حاجه. فتعالوا نجرب ونشوف هنعمل ايه يعني، يا رب ما تبصي مننا. تعال اوكي انا قاعد في المكتب مبدئيا، فما تشغلوش بالكم بحاجه. تعالوا نشوف هنعمل ايه يعني. عامه هم هنا مكتوب عليها حاجات يعني، مكتوب الحمد لله الشركه كاتبه عليها الخطوات، اقرا هنا بيقول لك دي تقريبا ان انت بتعمل ايه بقى هنا، مش عارف استنى اقرا كده اقول له. بتفتح البتاع من فوق اللي هي دي حاجه بديهيه جدا الحمد لله كاتبينها. قال لك بعد كده دي هي اصلا بدايه المفروض نقراها كده، انا كنت ماسكها بالعكس اوكي. قال لك اول حاجه اوبن توب اللي هي تفتح السقف، عشان السقف ايه تفتح البتاع. قال لك بليس كبسول. ايه كبسول دي؟ انا مش عارف ايه كبسول ده، يا عيانه ولا ايه؟ كبسول دي تقريبا الميه. بيقول لك شيل الكبسوله اللي هي اللي قصده على الكبسوله دي. بص ركز معايا بقى، هنا في كبسوله اهي ركز معايا عشان دي غاليه والله معديه ال 2000 جنيه دي، ركز معايا عشان ما نبوظهاش. دي الكبسوله اهي، دي فلتر. المفروض ان احنا هنا بنحط الميه، انا ما اعرفش المفروض اغسلها ولا لا، ما اعرفش انا جاي والله مش شحن على طول فانا مش عارف، ولكن اعتقد احنا المفروض ما نغسلهاش عادي صح؟ يعني اكيد هم برضه نضيفه ما حدش شرب فيها قبل كده. بيقول لك حط الميه بس ما قالش قد ايه ميه، حط زي ما انت بوظها فاهم، حط زي ما انت عاوز. بعد كده قال لك بليز كوب، حط كوبايه تاني مكانها. قال لك حط بتاع تحت. بعد كده قال لك كلوز توب بريس اون اند اوف. تم الموضوع سهل اهو بسيط، موضوع بسيط يا جماعه. هنحط شويه ميه، معانا شويه ميه ساقعه، انا مش عارف الميه ساقعه دي عادي ولا اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا خليكم معايا كده، انزل حبه. ايوه بس بص يا عم هحط قد ايه طيب؟ ما انا مش عارف احط قد ايه، املاها طيب. حطيت حبه حلوين يعني ان شاء الله تعمل لنا ايه كوبايه ولا اي حاجه. طب دي بتتغسل ولا ما انا ما اعرفش والله عشان برضه لو فيها تراب ولا اي حاجه ثبتناها تاني. طيب دلوقتي في بقى واحده ثانيه اللي هي دي المفروض بنحط فيها البن، بس الغريب ان هي مخرومه، فانا مش عارف يعني هل البن بينزل تحت؟ انا مش عارف، اكيد هي فيها طريقه يعني. المهم طبعا انا جيت احط ده نسكافيه سعودي حبيت احطه، ولكن يعني زي ما انتم شايفين كده حبيته خشنه، فانا قريت ان احنا كده ممكن نبوظ المكنه، فمش هجرب يعني، مش عايز اجرب بصراحه، مش عايز اعمل الحاجه دي. ففي نسكافيه كان فاسد الصلاحيه عندي اللي هو ده يعني، حتى العلبه باين عليها كانت مركونه عندي من زمن يعني، فهنجربها بسم الله. ناخد بقى ايه يعني، هم حاطين لنا برضه دي يا عم شغل عالي، صارفين ومكلفين صارفين ومكلفين. بسم الله. حاسس انا بعمل عمليه جراحيه فاهم اللي هو ايه. وقعت تحت اعمل ايه طب والله بس وقعت تحت. المفروض نبطل بدي، المفروض ان هي تبقى متساويه. والله وقعت غرقت البتاع مش عارف اعمل ايه. طب اتحط ازاي بقى اصلا؟ يا لهوي دي وقعت مكان الميه، يخرب بيتكم. بص والله وقعت مكان الميه. انا عرفت احنا بنحط دي ليه، عشان ما تقعش في الميه، عشان كده حاطين الفلتر يا ولاد. اوكي طيب هنحط دي مكانها لا تقريبا نحط المفروض معلقه ثانيه يعني. بص احنا حطينا ايه شويه بس بيتهيألي المفروض تبقى معلقه ثانيه. خليكم كده مركزين معانا بالله عليكم عشان ايه هنروح في داهيه كلنا. المفروض ان احنا بنحط معلقه ثانيه، ناخد واحده كمان اهي. بص انا مش فاهم ايه معلقه الدواء الكبيره دي، عامله زي المعلقه اللي كنا ناخد بيها دواء كحه اهي. حاطين كده اهي كده. هي مخرومه يا جماعه مخرومه والله. طب نثبتها ممكن. عايز اقول لك شكل المكنه بقى مزبله.
بتهيألي كده ركبت يعني، كده سبت بتهيألي. بس شكل المكنه بص عامل ازاي، مزبله بص بتاع الداله في كل حته. ومش عارف انا لازم املاها ولا لا، يعني انا مش عارف يا جماعه، اللي يعرف يقول هل انا لازم املاها ولا لا، مش عارف. بس دي خدت دي خدت البطرمان كله في كوبايتين. انا كنت عملته عليه ضوافر. سوا، ما هيتسوى ازاي، ما دي مش داخله في البتاع يا جدعان. تساوي بايدي عادي، مش مهم، انا كده كده نضيف يعني، الحمد لله لسه غاسلها. بس بيتهيألي كده احنا زي الفل. بس يا ماما، بس يا ماما، بس انت زي الفل، انت مفيش اي حاجه. السؤال هنا بقى، نحط السكر فين؟ ما هو انا بشربها بسكر عادي يعني، دي قهوه المفروض انا بعملها بسكر، فهنا المفروض نحط سكر فين؟ انا مش عارف بجد يعني، مش عارف يعني المفروض نعمل ايه يعني. انا كده بصوا عملت ايه عشان تبقوا معايا في الصوره. حطيت هنا البن او النسكافيه او يعني القهوه، وهنا المفروض ميه، قفلت حطيت الفلتر ده عشان ايه، مفيش حاجه تقع فيه. اوكي طيب، المفروض كده ان احنا نوصلها ونشوف هتعمل ايه. المفروض بنقفل كده اهي بس. اوكي، هوصلها بالكهرباء عشان الكهرباء في اخر الشقه. هروح اجيب اسلاك كلها واجي عشان اشغلها. خليكم معايا وتروحوا. اوكي، لان الفيشه بعيده جدا، فانا جبت وصله. الوصله دي طويله قوي، طويله عشان نوصل بيها الكهرباء. ولان الفيشه بتاعت بره بيستخدموا فيها شغير بتاعتنا، بتبقى عدد الوات يعني بص بتبقى عامله ازاي. فاحنا الفيشه اللي عندنا المفروض ان هي بتخش كده، فجبت لها البتاع ده اهي، جبت لها الموصل ده اهي، ودي احنا هندخلها كده عشان دي تخش فيشه على طول. المفروض ان احنا نركب دي هنا اهي، نركب دي هنا كده اهي، بسم الله، ونسيب دي هنا، وناخد بقى احنا الفيشه الطويله قوي دي نوصلها هناك. ولان طبعا القهوه محتاجه كوبايات، فانا جبت الكوبايه اللي هي بتاعت القهوه. الراجل نصب عليا واداني، مش عايز اقول بكام، بس اداني حوالي 50 كوبايه. قلنا مش خساره نجرب يعني. هوصلها بالكهرباء وارجع لكم. اوكي، لان المكان بعيد، احنا كده يعتبر وصلناها، قربت الديكور شويه. المفروض كده ان هي جاهزه، المفروض ان في اكيد زرار بيشغلها. ونفتح كوبايه من دول الاول. انا مش عارف اصلا هل ينفع احطها في كوبايات بلاستيك زي كده ولا لا، مش عارف. وبعدين برضو اللي انا مش عارفه ان المفروض فين السكر يعني. انا برضو لغايه دلوقتي مش عارف هل هم بيحطوا سكر عندهم في المكنه؟ يبقى المكنه رخيصه والله، موفره. انا حاسس انا بربطها زياده، مش عارف. ايوه، شغل السواقه ده قديم يا جماعه والله. شغل الحاجات اللي هي ماليش خلق، بس حلوه الحاجات دي، شغلها قديم قوي الحمد لله. اوكي، نفتح دي كده، ناخد واحده. وبعدين هنا كوبايات اتطبقت وحالتها بص طالعه من بق كلب، بس مش مشكله. ناخد اخد اتنين، انتوا واحده وانا واحده. نعمل لكم برضه كوبايه معانا، انتوا ضيوفنا يعني. اهي نفردها زي الفل، نحطها هنا اهي كده، المفروض تحتها بالظبط، تحت السرسوب بالظبط. هي تسرسب من هنا، المفروض ايه هنا. اوكي، دلوقتي بقى في سؤال يعني، انا هحاول اشغلها، ولكن السؤال هنا بيبقى، هي بتعرف منين ان الكوبايه اتملت يعني؟ فاهم؟ هي انا مش عارف بتعرف منين. تعال نجرب، تعال. بسم الله الرحمن الرحيم. المفروض ان هنا اهي زرار اهو بتنور. اوعى بتاع وقعت، هتنزل قهوه فين؟ اوكي، في صوت شغال، سامعين الصوت؟ في صوت شغال اللي هو عارف اللي هو يا رب ما كنتش عملت حاجه غلط. ايه ده؟ تعالوا هتنزل، تعالوا. اوكي، هنا احنا هنا المفروض ان انا حطيت القهوه اهي، وهي قعدت تنور، والصوت اللي انتوا سامعينه ده هل هتعمل حاجه ولا؟ فين السكر برضه؟ حط سكر منين؟ دي شكلها من فوق كانت عامله كده، دي الحاجات طبعا بتاعتها. المفروض ان هي ايه، المفروض ان هي كده جاهزه. انا حاططها في البسبوس بالظبط يعني، فاهم؟ طب انا حاسس ان هي بتاخد وقت يعني، اروح 10 دقايق واجي يعني، ولا اعمل ايه؟ مش فاهم. اهي بس خلي بالك بتسحب كهرباء. ايه دي؟ لو جبتها في البيت هتخرب لك البيت. لا دي قاعده بقى عشان الموضوع طول. ايوه اهي. انا خايف بس تملى الكوبايه. ايوه دي عماله تنزل بغرازه. صلي على النبي امال،
طب هي تعرف منين اتملت؟ عمال غير الارض، واضح ان هي بتحط سبهلله. بس رحت دايس على الزر وقفتها، واضح ان هي ما بتوقفش لوحدها. بس زي الفل. اوكي، صبة القهوه زي ما انتم شفتوا الحمد لله، هي تقريبا اسرع حاجه ممكن تعمل قهوه في حياتك تقريبا. يعني معايا انا عملت، انتوا زي ما انتم شفتوا تقريبا خدت قهوه في دقيقه واحده كنت شارب قهوه. سبحان الله، يعني فعلا عز. يعني ثمنها يعمل تقريبا حوالي 2000 ونص او 3000 يعني حسب. بس عامه سريعه جدا، يعني مش عارف اصلا يعني هنا لو انا شلت البن هل تعملي شاي؟ يعني لو انا حطيت ميه بس سخنه هل تعملي شاي؟ يعني السؤال ده يا ريت للناس الاغنياء اللي جابوا المكنه دي يجاوبوني. والان مع المفاجاه. بص القهوه طالعه فعلا سخنه جدا سبحان الله، رغم ان هي متوصله بالكهرباء، مش عارف جابت السخونيه منين. بص طبعا ريحه البن معفنه، ان هو بن اكيد منتهي الصلاحيه. بهزر معاكم، مش منتهي الصلاحيه بس هو يعني بن خفيف، عارف انت نوع البن الخفيف. فانا لسه ما دوتهاش، مش عارف المفروض ان هي بتبرد شويه ولا نشربها كده ولا ايه، مش عارف. حاسس ما هي قهوه عادي، انا ليه بتعامل مع الجهاز يعني هو اختراع ذره يعني، مش فاهم. بسم الله. قهوه ساده، قهوه ساده. يعني عارف انت لما تجيب قهوه ساده، هي حرفيا قهوه ساده يعني ما فيهاش سكر خالص. بس انا كده اجرب اجيب سكر واجي، يعني انا حاسس ببوظ والله اللي بعمله ده التاريخ. خليكم زي ما انتم. اوكي جبنا السكر. المشكله انا مش عارف احط يعني انا حاسس ان انا ببوظها، المفروض هي بتبقى طالعه بوشي فاهم انا ايه، بعك الدنيا. بس هنجرب، احنا بنجرب يا عم. انا اشربها ساده ليه يا عم؟ اهي بسم الله. شايفين الكوبايه اهي، معلقه واحده كفايه ولا نزود؟ تشربها ايه؟ خليك ناصح بقى، ما دام حطيت المعلقه دي في القهوه ما تحطهاش تاني في الشاي او السكر، عشان ابوك هيفشخك هتلقط تبوظ الشاي، فاهم إيه؟ خليك ناصح بقى. بسم الله الرحمن الرحيم وندوق القهوه. طبعا الكوبايه دي انا حاسس انها معوقه، يعني كل ما امسك من حته. بسم الله. احلى احلى والله، يعني تقريبا عايز نص معلقه سكر كمان. طب احنا بوظنا المعلقه حطيناها في السكر، نعمل ايه؟ نروح حاطين بدي كده بشويه بايدك كده. والله يا رب محدش يتفرج على الفيديو ده ايه غيري. هات شويه بايدك كده فاهم اهي، حبه حلوين كده. يعني دي نضيفه يا جدعان، غسيلها في اليوم 500 مره. حاطين كده، نروح مقلبين بالمعلقه تاني. وتشرب احلى قهوه من ايد عمك ابو الايه، ابو العمامير. عليا نعم. تعالوا بس انتوا تشرفوني. اي حد جاي لك المكتب بتاع في دقيقتين. هو المفروض ان هي بتعمل 3 كوبايات، فانا مش عارف 3 كوبايات وازود لها ميه ولا 3 كوبايات وازود لها بن، وهي خدت قد ايه بن؟ يعني هل انا ينفع افتح واشوف؟ اوكي ما خدتش بن كتير يا شباب، يمكن عشان الكوبايات دي صغيره فاهم. بس هي الفكره مش في كده، الفكره هل انا المفروض هي تبقى مليانه على طول؟ يعني هل انا المفروض بزودها على طول بتبقى مليانه لحد معين، ولا المفروض ان هي بتنقص من نفسها؟ تعالوا بتاع كله كان هيوقع. طعمها حلو، طعمها حلو قوي والله. طعمها جامد قوي قوي، يعني بعد ما حطيت سكر طعمها عادي قهوه زي اللي انا بعملها. يعني هي بنت يعني عارفه انا بشربها ازاي. نجحت المهمه بنجاح الحمد لله. انا بقى عايز اجرب حاجه، عايز مكان ما بحط البن احط سكر. يعني نشوف هي المكنه عارفه هنحط سكر، او مثلا الميه اللي بنحطها نحطها ميه بسكر بحيث ان هي ايه. وعايزين نجرب نعمل بيها شاي. انا هعمل لكم سلسله فيديوهات على المكنه دي، يعني سلسله فيديو، اعمل لايك واشتراك واعمل لكم سلسله عنها. اشوفك الفيديو الجاي مع اختراع تاني. عايز اقول لك بالمره اشتريت شويه حاجات كتير ما لهمش علاقه ببعض. يعني انا اشتريت تقريبا حوالي 50 قلم رصاص. ما تسالنيش فين يا بص، يعني اشتريت كتير قوي فاهم، اشتريت كتير ده لسه في تاني، واستيكه وبتاع. يعني انا عملت كميه مشتريات ما اعرفش جبتهم ليه، يعني انا اصلا ما بتعلمش يعني ما اعرفش. فالحمد لله هم كويسين. يعني جبت بقى حاجات كتير قوي انا مش فاكرها، وجبت سكيت وجبت بقى. هوريها لكم ان شاء الله الفيديو الجاي، اعمل لكم سلسله. كنت عايز افتح لكم والله البوكس لما اجي، بس مش مشكله الفيديو اللي جاي.